مشاهدينا ومستمعينا الاعزاء من خلال قناه الموصليه الفضائيه، انتظرونا في برنامج قطار المحبه. راح اكون وياكم في الاعداد والتقديم، واكيد ضيوفي على مستوى العراق الشاعر العراقي الكبير ابو وليد. ابو وليد اهلا وسهلا فيك. ابو وليد شو يحكينا عن قطار راح نكون وياك في البرنامج؟ قطار المحبه يعني هذا يشرفنا ان نقيم مثل هذه البرامج لما فيها من قيمه فنيه وثقافيه مهمه، مع احتزاز بالقناه التي من خلالها يقدم هذا البرنامج للعاملين. اوكي، نسمع مقطع شيء ودي منك. ودي؟ اي ودي؟ يعني غريب غريب وما له صاحب ولا دار، وسم الوقت شرم ولي دار ابد ما يوم دولابي اللي دار عملت عين الوقت ما الله حبيبي. نلتقي مع الفنان المحبوب والخلوق الدكتور كريم الرسام. راح تكون ضيف. استاذ كريم شلونك؟ راح تكون قناه شرف اني بهاي القناه اللي انا سبق نطالع بها برنامج معاك استاذ ياسر. ثقة الفضائيه جميله، وهذا البرنامج حقيقه تسميه قطار المحبه، يعني هذا يرجعنا للسبعينات، رجعنا الايام الجميله، ايام كنا نروح بالقطار للموصل البصره، يعني برنامج حقيقه برنامج وتسميه جميل جدا. ان شاء الله حبيبي. اكيد راح تكون ضيفنا من هذا البرنامج. ان شاء الله نتشرف ان اكون ضيفكم بهذا البرنامج الجميل. اي مقطع صغير وهيجي مقطع صغير. رديت وجداني تخوض حيره وندم، رديت وعيوني تخوض قبل القلم، رديت لحكاياتنا العايزها بس كلمة صدق، وعيوننا الحلمان بالغدا أحلى مرة يطق، رديت عالبيبان باب دق، رديت وش رديت لا موعد ولا كلمة نعم. ان شاء الله اكيد راح نرد من خلال قطار المحبه، نرد كل محافظات العراقيه وترجع عراقنا مثل ما كانت افضل، ويكونوا ضيوفنا في الموصل قريبا جدا. وانتظرونا برنامج قطار المحبه على شاشه قناه الموصليه مع الشاعر وليد والفنان الدكتور كريم الرسام. ابقوا معنا.